الصيف بدا واغلبيه ديال الناس دابا كيفكروا فين غادي يسافروا وفين غادي يهربوا من الصداع ديال العام كامل. ولكن اجي نسولك، واش عمرك فكرتي باللي افضل هروب هاد الصيف ماشي لشي مدينه اخرى ولكن لنسخه جديده من راسك؟ مرحبا بك في حلقه جديده من حلقات بودكاست سكون. بدا الصيف وبدات معاه بزاف ديال الحوايج، تجارب جداد وشميشه والبحر وما الى ذلك. وهاد الحلقه هي gentle reminder باللي الصيف فرصة جديدة. هاد 3 شهور اللي جايين هي فرصة سحرية، العالم كيرخف اللعب شوية، وهنا فين كيبدا الهرب الذكي، فين تقدر تخدم في السكات وتخرج مورا الصيف بهوية جديدة تماما. بزاف كيشوفوا الصيف غير ديال النعاس والراحة المطلقة، وهذا حقهم وطبيعي، ولكن الناس اللي باغيين يوصلوا كيشوفوا فيه موسم البناء. تبدل الهوية ديالك ماشي معناه تولي شخص آخر، ولكن معناه تحيد عليك العادات اللي ما بقتش كتشبه الطموح ديالك. سول راسك دابا، شكون هو اللي باغي نكون في شهر سبتمبر الجاي؟ كيفاش كيفيق؟ كيفاش كينظم وقته؟ كيفاش دايره الثقة ديالو في راسو؟ بدا تعيش هاد الهوية من اليوم ماشي من غدا. وإلا كنتي كتسول منين غادي تبدا، غادي نقول لك لغة جديدة، علاش لا؟ تعلم لغة جديدة في الصيف ماشي واحد السطر اللي غتزيدو في السيفي ديالك، ولكن حرفيا بحال إلا كتحل الباب لبيت جديد في عقلك، كيبدل لك الطريقة باش كتشوف الأمور، كيحل لك بيبان ديال الفرص ما كنتيش كاع كتحلم بيهم. ولا كنتي باغي تعلم لغة جديدة وما عارفش منين تبدا، غادي نخلي لك لينك لتحت في الديسكريبشن باش غيكون اليد اللي غادي تعاونك ان شاء الله كيف ما عاوني. وشاركت معكم لا ميثود اللي خلاتني نتعلم دابا اللغة الثالثة أنا جالسة كنتعلم فيها بعد اللغة الأم. وأنا دابا كنهضر معاك تفكرت باللي واحد الدراسة كنت قريتها باللي الناس ملي كتجي تاخد قرارات بلغة ماشي اللغة الأم كتاخد قرارات أكثر حكمة، أكثر عقلانية، مفيدة أكثر ليك. علاش؟ لحقاش لغة الأم ديالك دازت معاك بزاف ديال الوقت، عشتي بزاف ديال التجارب، بزاف ديال الحوايج زوينين وخايبين. فمني كتجي تفكر ملي كتفكر بها كتفكر بها وبناء على داكشي اللي عشتيه. ولكن فاش كتفكر بلغة جديدة تماما خاوية ما فيهاش ذكريات بزاف، كتكون أكثر عقلانية وأكثر حكمة. فما تحتاج تدخل لشي معهد غالي ولا تضيع السوايع. الصيف كيبغي غير خطة ذكية ومكثفة، وكافية غير 60 دقيقة في النهار ديال التركيز تقسمها بين الاستمتاع، الممارسة، بناء الكلمات. وفي ظرف ان شاء الله 30 او 60 يوم غتفاجئ براسك فين وصلتي. واكيد ان شاء الله باللي اللينك اللي خليته لكم من تحت غادي ينفعكم بزاف. فالعطلة غدوز وهاد 3 شهور غتسالي، فالخيار كيبقى ديالك، اما تدوز وتخليها كيف ما كنتي، ولا ترجع هاد الصيف هو النقطة اللي قلبتي فيها مجرى حياتك. فعادة صغيرة تدخلها كل نهار كافية انها تبدل الصيف ديالك والهوية ديالك. ما كنقولش لك ما تنعش، ما تخرجش، ما تسافرش، ما تشوفش الشميتة والبحر، لا، دير هاد الشي، ولكن دير اللي ليك واللي عليك، يعني ضرب هنا وهنا. فمن الأحسن خلي كل مرة تدخل، كل أسبوع دخل واحد العادة جديدة اللي كتشوفها باللي غادي تعاونك وغادي تعاون أنك تحقق داك الطموح ديالك. فما فيها باس ساعة أو أقل راه غتكون كافية جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى شي واحد ما غيغيرك، حتى شي الله سبحانه وتعالى هو كذلك ما غاديش يغيرك. ولكن إلا أنت بديت كتغير في راسك غادي تغيروا بزاف ديال الحوايج، غادي تحلوا لك بزاف ديال البيبان، وغادي تشوف شي حوايج اللي ما عمرك ما شفتيهم إن شاء الله، وديما إن شاء الله غيكونوا في الخير. فاستثمر في السكات ديالك، خدم على راسك، ومرحبا بك في رحلة صناعة هويتك الجديدة. نشوفكم في الحلقة الجاية. سكون ما بين الصمت والتنهد.